وتخيل كده انت بترفع رجلك بسرعه بالشكل ده، بتواجه مشكله ان عربيتك المانيوال بتبطل منك وانت بتحركها. الموضوع محبط صح؟ في الفيديو ده هقولك على خطوات بسيطه واسرار محدش قالك عليها هتخليك تحرك عربيتك زي المحترفين. تابع معايا الفيديو للاخر وركز معايا كويس وانا اوعدك اني هحللك المشكله دي. تعال نشوف الاول ازاي نحرك العربيه على ارض مستويه، يعني مش في مطلع او مرتفع، ودي الى حد ما بتكون سهله. انا عايزك الاول تحرك العربيه بالدبرياج بس، يعني من غير بنزين، وده بس عشان نتعود على الدبرياج ونفهم طريقه عمله. وبعد شويه هعلمك ازاي ندوس بنزين واحنا بنشيل رجلنا من على الدبرياج، وده بيخلي عمليه الطلعه اسرع واسهل شويه وبيقلل احتماليه ان العربيه تبطل منك. بس في الاول عايزين نتعلم ازاي بنشيل رجلنا من على الدبرياج وبنحرك العربيه عشان نتعود على حساسيه الدبرياج ونفهم يعني ايه نقطه الاتصال. وطبعا لما بنزود بنزين في الطلعه ده بيخلينا نحرك العربيه بشكل اسرع، واكيد احنا بنحتاج ده في كتير من المواقف، زي لو احنا مثلا واقفين في تقاطع او يوتيرن ومستنيين العربيات تعدي، فلازم مع اول فرصه نبدا نحرك العربيه على طول. او لو انت في زحمه فطبعا لازم تحرك العربيه على طول، لان اللي وراك في الغالب مش هيستناك وهيقعد يزمر لك. نرجع تاني للدبرياج، وفي الاول لازم نكون عارفين ان في حاجه اسمها نقطه الاتصال. ونقطه الاتصال دي هي النقطه اللي بوصل لها وانا بشيل رجلي من على الدبرياج. النقطه دي الموتور بيبدا يتصل فيها بالفتيس وبالعجلات، فالعربيه بتتحرك. اهم حاجه في النقطه دي ان انا لازم اثبت رجلي عندها، لان انا لو رفعت رجلي ازيد في الحته دي العربيه هتبطل مني فورا. انت لو قدرت تتعود على نقطه الاتصال دي وتحفظ مكانها، خلاص مشكله الطلعه اتحلت بالنسبه لك تماما. تعال نشوف كده عملي. اول حاجه احنا هنضغط دبرياج للاخر، وهنجيب الفتيس على الترس رقم 1 او الغيار الاول، وهننزل طبعا فرامل اليد، وهنبدا نرفع رجلنا من على الدبرياج بشكل سلس وتدريجي لحد ما هبدا احس برعشه كده خفيفه، والعربيه في نفس الوقت بتبدا تتحرك بالشكل ده. هنا لازم اثبت رجلي على الدبرياج. طب هثبتها قد ايه؟ كل اللي محتاجه 3 ثواني، او لحد ما الفايبريشن او الاهتزاز ده او الرعشه دي يروح خالص بالشكل ده. هشيل رجلي من على الدبرياج فورا، خلاص العربيه اتحركت بمنتهى السهوله وما عنديش اي مشكله. طب تعال نجرب تاني. احنا دلوقتي رجعنا للمور، اللي هو الوضع اللي بيسمح لي ان انا افضل واقف بالعربيه بالشكل ده وما بقاش ضاغط على الدبرياج. انا كده فاصل كل التروس. تعالوا نحرك العربيه تاني. هنضغط دبرياج للاخر، ونجيب الغيار رقم 1 وننزل فرامل اليد، ونبدأ نرفع رجلينا من على الدبرياج بشكل سلس وتدريجي. أهم حاجة ما اشيلش رجلي من على الدبرياج بسرعة عشان أقدر أحس بنقطة الاتصال اللي هي دي. هنا في اهتزاز أو فايبريشن، وفي نفس الوقت العربية بدأت تتحرك. لازم أثبت رجلي هنا في الحتة دي. لو رفعت رجلي أزيد من كده العربية طبعا هتبطل. 3 ثواني عدوا والاهتزاز أو الفايبريشن راح، فهبدا اشيل رجلي خالص من على الدبرياج. طبعا هو راح من بدري واقدر اشيل رجلي قبل كده، بس انا برضو حبيت اوضح لك الموضوع. طيب تعال نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل لو انا رفعت رجلي بسرعه وما حسيتش بنقطه الاتصال ولا ثبت رجلي عليها. هندوس دبرياج ونجيب الاول وننزل فرامل اليد، وتخيل كده انت بترفع رجلك بسرعه بالشكل ده، طبعا العربيه بطلت فورا. وخلي بالك ان اللي هيحصل معاك ان انت هتقعد تكرر الموضوع وهتبقى مرتبك ومش عارف تعمل ايه، فهتدور وتشيل رجلك تاني بسرعه والعربيه تقعد تعمل منك كده، وده طبعا هيعمل لك ارتباك واللي وراك هيفضل يزمر وانت هتتوتر. فلازم تكون بتشيل رجلك بشكل سلس وتدريجي عشان تحس وتوصل لنقطه الاتصال دي. وعايزك تكون متاكد من حاجه، ان كل مره انت هتشيل رجلك بسرعه انت ما بتكسبش وقت، بالعكس ده انت بتخسر وقت والعربيه هتبطل منك كل شويه. طيب بما اننا اتكلمنا على غلطة بتحصل وانا بحرك العربية، تعال نشوف ايه الغلطات تاني اللي انت ممكن تعملها عشان تكون واخد بالك وما تعملهاش. اول حاجة مثلا ان وضعية رجلك على الدبرياج اصلا ما تكونش صح. خلي بالك ان وانت بتدوس دبرياج لازم تدوس بوش رجلك، ما تدوس ببطن رجلك كده، لان انت لما تدوس وتشيل رجلك هتقعد تتزحلق ومش هتكون مرتاح ومش هتكون متحكم في الدبرياج. دي اول حاجة، يعني لازم اضغط وش رجلي هو اللي بيدوس بالشكل ده. تاني حاجة، وانت بتشيل رجلك في ناس بتشيل رجليها كده اهو اهو، تمام، يعني كأنك بتعمل كده. طبعا ده مش صح يا جماعة، ما ينفعش ان انا اطلع بصوابعي بالشكل ده، انا عايز اطلع برجلي كلها. ازاي؟ يعني كده اهو بالشكل ده. كده انا رجلي كلها بتقاوم السوستة بتاعت الدبرياج، فهقدر اثبت رجلي عند المستوى اللي انا عايزه. طبعا تاني غلطة ان انا اشتت نفسي وانا بحرك العربية، لان وانا مبتدئ طبعا تركيزي بيبقى ضعيف،
ممكن تلاقي نفسك بتبص على المراية وانت بتحرك العربية، فانت بتبقى مركز مع اللي وراك مش مركز مع تحريك العربية. وممكن برضو تبقى باصص على الدواسات، فانت مش مركز مع العربية وهي بتتحرك. احنا عايزين نركز مع العربية وهي بتتحرك عشان الاحظ اول حركة العربية تتحرك عندها بالشكل ده اهو. العربية بدأت تتحرك، لازم اثبت رجلي. فانا مش عايزك ولا تبص على الدواسات ولا تبص على المراية، انا عايزك تبقى باصص قدامك على طريقة. وتالت غلطة طبعا ان انا ابقى خايف من اللي ورايا. ما تخافش ابدا من اللي وراك، اللي وراك هو بس ممكن يزمر لك. تجاهل الكلاكس ده وركز مع الطلعة عشان تكسب وقت. لو فضلت مركز مع اللي وراك صدقني عمرك ما هتطلع العربية. طيب تعال نشوف الطريقة الاحترافية، وهي اني بضغط بنزين وانا برفع رجلي من على الدبرياج، وده بيخلي الموتور يولد طاقة اكتر وعزم اكتر، فالعربية بتتحرك معايا بشكل اسرع، واحتمالية ان هي تبطل بتقل بشكل كبير. بس ازاي بقى هنتمرن عليها؟ يعني الفكرة كلها ان انت ممكن تغلط وتركز مع البنزين فتشيل رجلك من على الدبرياج بسرعة، وممكن تركز مع الدبرياج فتضغط بنزين كتير قوي ازيد من اللازم، وده طبعا مش صح وهيضر العربية، زائد انها تخلي العربية تطلع منك بشكل سريع جدا. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنعملها بالترتيب. يعني اول حاجه هدوس دبرياج وهجيب الاول، تمام، وهنزل فرامل اليد وهبدا ازود بنزين، وهخلي الار بي ام يوصل عند 1500 او 2000 لفه بالكتير قوي عشان برضو ما ضرش الموتور ولا ضر الدبرياج. فهبدا ان انا ازود بنزين كده اهو. انا كده وصلت عند 1500 لفه. هحاول ان انا اثبت رجلي على البنزين عند الضغطه دي وارفع دبرياج سنه سنه بالشكل ده، واثبت رجلي بس ثانيه عند نقطه الاتصال واشيلها تاني. طبعا العربيه كده طلعت بشكل اسرع بكتير. طيب لو انا عايز احركها اسرع من كده، ممكن ازود عدد لفات الموتور، اخليها عند 2000 لفه. يعني ازود البنزين اكتر من كده شويه في الطلعه. يعني هعمل كده، هدوس بنزين واوصل تقريبا عند 2000 لفه بالشكل ده، وارفع رجلي من على الدبرياج سنه سنه، والعربية طبعا طلعت معايا بالشكل السريع ده. فانا عايزك الاول تمرن رجلك على البنزين. يعني ممكن تجيبها على المور عادي جدا وتبدأ تزود بنزين، وتمرن رجلك ان هي توصل عند 1500 لفة، وتثبت رجلك عليها شوية اهو بالشكل ده. انا كده مثبت رجلي. طبعا انت مع التمرين هتتعود عليها، وبعد كده بقى لما تيجي تحركها زي ما اتفقنا نجيب الاول، واول حاجة تركز مع البنزين، تثبت رجلك عند 1500 لفة تقريبا اهو، وتحاول تركز كويس وتثبت رجلك، وتنسى بقى البنزين، وترفع سنه سنه دبرياج بالشكل ده. هتلاقي العربيه اتحركت معاك بسرعه جدا. ممكن بقى تزود سنه بنزين هنا وتشيل دبرياج خالص اهو. طيب تعالى بقى نتعلم ازاي نحركها على مطلع. طبعا دي اكتر مشكله بتواجه المبتدئين في سواقه المانيوال. انا عشان احرك العربيه المانيوال على مطلع انا عندي طريقتين. اول طريقه هستخدم فيها الفرامل، بمعنى ان هضغط دبرياج وهجيب الاول. طبعا انا دلوقتي رافع فرامل اليد، فلما انزل فرامل اليد العربيه هتبدا تتحرك بالشكل ده. مش عارف هي واضحه في الكاميرا ولا لا. تمام. فانا هبدا هوقف العربيه بالفرامل بالشكل ده، وهبدأ أحرك رجلي من على الدبرياج بشكل تدريجي وسلس لحد ما أوصل لنقطة الاتصال. فاكرينها؟ اللي هي النقطة اللي عندها بيتصل الموتور بالفتيس والعجل. فالعربية دلوقتي هي عشان العجل حر، فالعربية لو سبت فرامل هترجع، لكن بمجرد ما أوصل لنقطة الاتصال الموتور هيتصل بالفتيس وبالعجلات، فالعربية هتبدأ تتحرك لقدام أو هتقف، لكن مش هترجع لورا بالشكل ده. تعالوا نشوف. هنرفع رجلنا سنة سنة من على الدبرياج. في اهتزاز دلوقتي انا حاسس بيه، مش عارف هو برضو واضح في التصوير ولا لا. المهم ان اول ما اوصل للاهتزاز ده هسيب فرامل، هلاقي العربيه بالمنظر ده. هي دلوقتي بتتحرك حركه بطيئه جدا. طب لو انا عايز احركها اكتر هرفع سنه دبرياج صغيره صغيره، ما اشيلش الدبرياج كله برضو، وادوس سنه بنزين لحد ما العربيه تمشي معايا شويه بالشكل ده، وارفع رجلي من على الدبرياج خالص بمنتهى البساطه. طيب تعال نجرب تاني. هنضغط دبرياج ونجيب الغيار الاول، وطبعا هننزل فرامل اليد، ورجلينا لازم تكون على فرامل الرجل بالشكل ده، وهننزل فرامل اليد اهو. هبدأ ارفع رجلي من على الدبرياج سنة سنة بالراحة لحد ما اوصل لاهتزاز خفيف بيحصل. ده اهتزاز الموتور لما اتصل بالفتيس وبالعجل. انا حالا لو شلت الفرامل العربية عمرها ما هترجع لورا اهو. طيب انا ملاحظ ان هي ماشية بطيئة،
هرفع سنه كمان صغيره قوي وادي معاها سنه بنزين، ولو ما دوسش بنزين هتتحرك برضه، بس طبعا يستحسن ان انا اضغط بنزين اهو، واطلع بمنتهى الهدوء، ما عنديش اي مشكله. لو اتسرعت في النقطه دي العربيه تاكد تماما ان هي هتبطل منك. لازم تطلع برجلك من على الدبرياج بالراحه وبشكل تدريجي عشان تحس بنقطه الاتصال وتبدا تثبت رجلك عندها. هي دي الفكره كلها. لكن الطريقه دي عيبها ان هي ممكن تكون بطيئه شويه في التحريك او في طلعه العربيه، زائد ان انت لو ما ركزتش فيها كويس جدا العربيه هتبطل. لان الغلطه اللي بتحصل هنا دايما والاخطاء اللي بشوفها مع المتدربين ان هو بعد ما بيجيب الاول ورجله على الفرامل بالشكل ده بيبدأ ان هو يرفع رجليه ازيد من المطلوب، يعني بيفضل يرفع رجليه وما بيحسش بالاهتزاز فيفضل يرفع اكتر. العربيه بتبدا تترج جامد قوي، لو سبت الفرامل العربيه بتطلع مندفعه بالشكل ده. زائد ان ممكن كمان يرفعها اكتر من كده ويفضل يرفع ومش واخد باله من نقطه الاتصال لحد ما العربيه تبطل بالشكل ده. فطبعا الطلعه دي محتاجه تركيز جدا خصوصا وانا في مطلع، ولازم اتمرن عليها كويس جدا. فممكن ان انا اخد العربيه واروح في مكان يكون هادي خالص او فاضي، واخد جنب من الطريق، جنب يمين من الطريق، وافضل اتمرن عليها. طيب تعالوا نشوف الطريقه التانية، وهي اني ازود بنزين وانا بشيل رجلي من على الدبرياج زي الطريقه اللي احنا اتعلمناها من شويه. بس هنا لازم اكون برضو حافظ نقطة الاتصال ومتعود عليها، ورجلي طبعا تكون حساسة على البنزين، لان انا هنا هعمل بالانس او توازن بين البنزين والدبرياج بحيث ان العربية ما ترجعش لورا كتير، وابدأ ان انا ايه احركها بالبنزين وبالدبرياج زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا انا هدوس دبرياج وهجيب الاول، وطبعا انا بس رجلي على الفرامل لحد ما انزل فرامل اليد، وبعد كده هرفع رجلي من على الدبرياج سنه سنه. وانا بعمل كده رجلي هتروح للبنزين على طول وتبدا تدوس بنزين في نفس التوقيت بالشكل ده. طيب لو عايز اهدي السرعه تاني اوقف، هبدا ان انا اضغط دبرياج واسيب بنزين كده وادوس فرامل. طيب تعال نجرب تاني، هنشيل دبرياج وندوس بنزين. بص انا رجلي واقفه فين هنا، واقفه على نص الدبرياج وسانده سنه بنزين. تعال نجرب تاني، رجلي هتتشال من على الدبرياج والرجل التانية رايحة للبنزين على طول وهتضغط بنزين بالشكل ده. بص العربية واقفة معايا اهي، عايز احركها اكتر هرفع سنة كمان دبرياج وادوس بنزين اكتر. ومش عايزك وانت بتعمل الطريقة دي تتوتر وتشيل رجلك من على الدبرياج بسرعة وتزود بنزين جامد جدا، لا، اطلع برجلك سنة سنة. العربية مش تلحق تريح كتير، ده هي لو ريحت هتريح يعني ربع متر او حاجة لا تذكر يعني خالص. فبمنتهى البساطة اهو، بص المح مراية الصالون، مفيش حد وراك ممكن تشتغل بالطريقة التانية دي. لو لقيت ان في حد وراك ممكن تستعمل الطريقة بتاعة الفرامل. فانا دلوقتي مثلا مفيش حد ورايا، هرفع سنة دبرياج وادوس سنة بنزين اهو بالشكل ده. العربية طالعة معايا سلسة وما عنديش اي مشكلة. عايز اسرع هرفع سنة دبرياج وازود سنة بنزين وابدا ارفع رجلي خالص من على الدبرياج وازود بنزين وامشي طبيعي جدا. وطبعا انت مع تكرار التمرين ده او مع الممارسه الكتير هتلاقي ان العربيه اصلا مش بتريح منك لورا نهائي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنساش لو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم على المتابعه.